ملخص سريع كده للأسئلة الخاصة، أتعلم بروفايدر ولا ريفر بود ولا أتعلم بلوك والكلام ده كله. حضرتك لو جونيور لسه بتبدأ السؤال ده أصلا ما تسألهوش، يعني أتعلم دي ولا دي، اتعلم الاتنين. حضرتك زمان غير دلوقتي. زمان لما كانت فلاتر لسه بادئة كان ممكن جونيور يتعلم مثلا بروفايدر، جيتكس، ريفر بود، اي ستيت مانجمنت ويكتبها في السي في ويتقبل في اي جوب ويخش انترفيو وتبقى الدنيا تمام. دلوقتي مع المنافسه الشديده اصلا ما ينفعش تسال السؤال ده. درجه فهمك لاي ستيت مانجمنت موجوده في فلاتر هتفهمك باقي الستيت مانجمنت. يعني لو حضرتك اتعلمت مثلا بلوك يعني من اصعب الستيت مانجمنت او من اكتر الستيت مانجمنت صعوبة. طبعا هي مش صعبة ولا حاجة، ولكن لو فهمتها بنسبة 100%. اللي انت تتعلم بروفايدر بسيطة جدا، انت الاساس عندك مبني صحيح. عشان كده دايما بقول للشباب لازم نفهم كل حاجة، ما ينفعش تسكيب الحاجة. احنا مش بنتعلم سينتاكس او انت مش بتتعلم ازاي تعمل امبلمنتيشن. والله العظيم شات جي بي تي هيبقى اشطر منك في الامبلمنتيشن، بس طريقة فهمك انت وتستخدم امتى وايه المكان المناسب وازاي نعمل ريفاكتور واركتكتشر وكل الكلام ده هو اللي هيفرق مع حضرتك. انما تقول لي انا بعرف امبلمنت بلوك بس مش فاهم ايه هو الايفنت، ايه هو مثلا الستيت، مثلا شغال بروفايدر بس مش فاهم يعني ايه تشينج نوتيفاير، مش فاهم يعني ايه انهيرتد ويدجت، كل الكلام ده هيأثر معاك في الانترفيو. ما انت في الانترفيو لما تتسأل سؤال زي ده ويلاقيك مش فاهمه، في آلاف تانية فاهمينه. فانت لازم تتميز في اللي انت بتذاكره او اللي انت بتتعلمه، تفهمه بنسبة 100%، يبقى عندك الاساس القوي. ما تسألش بقى الاسئلة، ما ليش مثلا حد بيسأل على جروب معين اتعلم دي ولا دي، ايه احسن ايه افضل. لا، اتعلم الاتنين هتعرف ايه افضل وايه احسن وامتى تستخدم دي وامتى تستخدم دي. حتى وقتنا هذا مفيش ستيت مانجمنت واحدة هي المهيمنة على الكوميونتي او هي رقم واحد في الكوميونتي. لا، في ستيت مانجمنتس كتير وكلهم كويسين، كلهم ليهم استخداماتهم في اماكن معينه، وفي بروجكتس بتبقى الافضل اللي انت تبقى فاهم كل الستيت مانجمنت فتبدا تختار للبروجكت ده انا هشتغل مثلا ريفر بود، للبروجكت ده انا هشتغل مثلا بلوك، للبروجكت ده هشتغل مثلا كيوبت. وطبعا اختيارك للستيت مانجمنت دي نقطه مهمه جت في دماغي دلوقتي. اوعى يبقى معاك تيم مكون من 5 6 7 افراد وتنشف دماغك على ستيت مانجمنت. انت بتشوف الناس دي شغاله بايه او التيم اللي انت فيه شغالين بايه وبتبدا تمشي معاهم عادي جدا. بلاش تروح شركه جديده تقول لهم ايه ده انتوا شغالين بروفايدر، لا انا شغال كيوبيت سوري ما بعرفش اشتغل بروفايدر. اوعى تعمل كده. التيم لازم يبقى كلكم على نفس اللاين، تشتغل زي ما هم شغالين، تشوف هم شغالين ايه وتشتغل زيهم. ما بلاش تحط رأيك في البداية. ممكن قدام شوية تلاقي سوليوشن افضل لاركتكتشر معين لبروجكت معين هيكون افضل فتبدأ تقول رأيك، انما ما تروحش تقول لهم يلا بينا كلنا نغير البلوك وكيوبيت والايه الميجور تشينجز اللي بنشوفها دي. لا، على هادي كده وبكل بساطة التيم يبقى تشتغل مع التيم. شغال في حاجة فريلانس، حاجة انت اللي شغال فيها from A to Z، فانت في الكيس دي هتبدأ انت تختار للحاجة المناسبة لحضرتك او المناسبة للبروجكت اللي انت هتشتغل فيه. وبالتوفيق يا صديقي.